هنبدأ فيلمنا مع ريتشارد واللي بيكون مع عشيقته جين ورايحين يقضوا أجازة في بيت ريتشارد اللي في الصحراء، وبيكون مخبي عن مراته إنه بيخونها وبيفهمها إنه في رحلة شغل. وبتصحى جين تاني يوم وبتروح المطبخ وبتشوف اتنين واقفين بيتفرجوا عليها من ورا الإزاز، وبتنادي ريتشارد وبيفتح لهم باب الإزاز وبيعرفها عليهم إنهم ستان وديمتري اصحابه اللي المفروض يجوا تاني يوم علشان يطلعوا رحله الصيد معاه. وبيقول له ستان انهم جم علشان يقضوا السهره معاه النهارده، وبيبان عليهم انهم عجبوا جدا بجين وبيقضوا اليوم سوا. وبيجي الليل وبتبدا السهره وكلهم بيشربوا وبيسكروا، وبيفضل ديمتري باصص على جين وبيشوف كيس فيه حاجه سودة على الترابيزه، وبيسال ريتشارد عنها وبيقول لهم ان ده نبات اسمه البيوتي وانه اقوى من المخدرات، وبيقول لهم انهم مستحيل يستخدموه واسلحتهم موجوده في البيت لانه ما يضمنش ايه اللي ممكن يحصل بعدها. وبيطلب من جين انها تروح تخبيه في مكان امن علشان محدش يوصل له، وبتخبيه في السلسله بتاعتها. وبيكملوا السهره بتاعتهم. وبتصحى جين تاني يوم وبتدور على ريتشارد، وبيقول لها ستان انه راح يسلم جوازات سفرهم لمراقب الصيد عشان رحله الصيد اللي عندهم، وان ديمتري نايم لحد دلوقتي من التعب ومفيش غيرهم في البيت. فبتقول له انها هتدخل تجهز الشنط بتاعتها، وبيدخل وراها وبيراقبها وبتخاف لما بتشوفه وبتحاول انها تتجنبه، وبيسالها ليه بتحاول تبعد عنه عكس ما كانت بتعمل امبارح معاه في السهره. تقول له لانها مع ريتشارد وانها بتحبه وبيتعصب عليها وبيهجم عليها لحد ما بتلاقي ديمتري دخل عليهم الاوضه، وبتستنجى الجيم بيه بس هو بيسيبهم وبيقفل الباب عليهم. وبيجي ريتشارد وبيجي لهم تصاريح الصيد وبيبان ان شكلهم غريب، وبيفهم ان في حاجه حصلت. وبيدخل لجين وبيلاقيها بتعيط وبتطلب منه يتصل بالطياره وانها عايزه تمشي، وبيفهم اللي ستان عمله وبيطلع يتخانق معاه ومع ديمتري لانه سمح باللي حصل. وبيدخل يعتذر لها وبيقول لها انه هيشغلها في كندا في مكان كويس جدا، وبيدي لها شيك فيه فلوس تمن سكوتها، وبيقول لها انه هيخليهم يدخلوا يعتذروا لها. وبتقوم تتخانق معاه وبتقول له انها عايزه تمشي دلوقتي والا هتتصل بمراته وتقول لها على خيانته ليها. فبيتعصب ريتشارد عليها وبيضربها وبيقول لها انها واحده جايبها علشان يقضي معاها يومين، وبتحاول انها تهرب من البيت. تفضل تجري في الصحراء وكلهم بيجروا وراها علشان يضمنوا انها ما تحكيش عن اللي حصل، لحد ما بتوصل لطرف جبل عالي. وبيعمل ريتشارد نفسه بيتكلم في التليفون، اتصل بالطياره لحد ما بيقدر انه يقرب منها وبيزقها من على الجبل، وبتقع على شجره وبيدخل غصن في جنبها. وبيقول لهم ريتشارد ان كده اتخلص منها لانها ممكن تدخلهم كلهم السجن بتهمه الاغتصاب، ده غير انها كانت هتخرب بيته لو قالت لمراته على خيانته. وبيرجعوا البيت وبيحرقوا كل حاجه خاصه بجين وبيحضروا لرحله صيدهم وكأن مفيش اي حاجه حصلت، وانهم فاكرين انها ماتت وخلصوا منها. بس بيعدي الوقت وبتفوق جين وهي على غصن الشجره اللي منعتها من الموت، وبتحاول انها توصل للولاعه بتاعتها علشان تولع في فرع الشجره تحتها وتقدر تكسرها، وبتقدر انها تنزل من على الشجره بس بيفضل فرعها موجود في جسم جين. تسمع اصوات عربيه بتقرب منها وبتكون متاكده انه ريتشارد واصحابه، وبتحاول انها تستخبى تحت الجبل بعيد عن نظرهم. وبيبصوا عليها من فوق وبيلاقوها اختفت، وبيقول استن ان في فرصه انهم يعالجوا جين يمكن ساعتها تسامحهم، بس ريتشارد بيضربه وبيقول له انه مش هيعرض حياته للخطر بسببها وانهم يدوروا عليها ويخلصوا منها. وبيبداوا يتحركوا من مكانهم وبيوصلوا لتحت الجبل، وبيكون الليل جه عليهم وبيحاولوا انهم يدوروا عليها وبيلاقوا ان في خط دم موجود، فبيمشوا وراه لحد ما بيوصلوا لبحيره كبيره وبيقسموا نفسهم. وبيفضل ستان في العربيه علشان لو جين ظهرت حواليه، وكل واحد منهم بيروح في حته علشان يدوروا على جين. وبيعدي ديمتري على المكان اللي جين فيه بس بتكون حابسه نفسها تحت الميه لحد ما بيبعد عنها، وبتطلع من البحيره وبتحاول انها تكمل هروب، بس بتلاقي ديمتري واقف وسلاحه بعيد عنه، فبتحاول انها تتسحب علشان تاخد سلاحه، وبتقدر انها تمسك سلاحه وبتهدده انه ما يتحركش، وبتضرب عليه بس بيكون سلاحه متأمن، فبيمسكها وبيضربها وبيبلغهم انه لقيها خلاص وانه هيتخلص منها ويقابلهم في العربيه. وبياخدها ويرميها في البحيره وبيحاول انه يغرقها لحد ما هي بتقدر انها تاخد الخنجر الموجود معاه وبتخلص عليه في البحيره. وبتاخد جين الشنطه والبندقيه بتاعته والموتوسيكل بتاعه وبتحاول انها تبعد بيه على قد ما تقدر لحد ما البنزين بيخلص منها، فبتكمل ماشي لحد ما بتوصل لكهف تقضي فيه الليل، وبتولع حاجه علشان تشوف فيها في الكهف، وبتبدا تشوف ايه الموجود في الشنطه علشان تقدر تعالج نفسها بيه. وبتحاول انها تشيل الغصن اللي جنبها اللي ما خلصش عليها بسبب انه ما صابش اي منطقه حيويه في جسمها، وبتفتكر انها شايله نبات البيوتي اللي بيسبب هلوسات وتخدير للجسم كله علشان تخدر جسمها. وبتحاول تشيل الغصن منه وبيبدا انه يجيب مفعول، وبتسخن السكينه وبتستخدمها في النهايه بتخرج الغصن من جنبها، وبتكوي الجرح عن طريق انها تسخن العلبه الكبيره اللي لقيتها في الشنطه وبتكوي جرحها كويس، وبيغمى عليها من التعب. وبيطلع الصبح وبيكون ستان راحت عليه نومه في العربيه، وبيجي له ريتشارد ويقول له ان اتسلى في طريقه بصيد الحيوانات علشان كده اتاخر عليهم، وبيسالوا عن مكان ديمتري وانه ما ظهرش لحد دلوقتي. وبيروح ستان يغسل وشه في البحيره وبيلاقي ديمتري مقتول قدامه، فبيجري مرعوب على عربيته وبيشوف ريتشارد، فبيحط في هدومه حجاره كتير علشان يرميها في البحر وتختفي جثته. وبيطلب من ستان انه يجي يساعده وبيضربه وبيكسر مناخيره لانه السبب في كل اللي بيحصل، وبيقول له ان لازم يدوروا عليها ويقتلوها. تفضل جين تحلم بالكوابيس والهلاوس بسبب النباتات اللي اكلتها
خالتها. لحد ما بتفوق بتلاقي ان الرسمه اللي على العلبه طبعت على جسمها، وبتاخد كل الاسلحه اللي كانت مع ديمتري، تتحرك من الكهف وبتدور عليهم علشان تنتقم منهم زي ما هم بيدوروا عليها. وبيلاقوا الموتوسيكل بتاع ديمتري وبيعرفوا انها رجعت تتحرك على رجليها من تاني، وبينفصلوا تاني وكل واحد بيدور في مكان، وبيستهدفوا الجبال لانها ممكن تكون مستخبيه بينهم. وبتكون جين بتدور عليهم بالمنظار، وبتقدر انها تحدد مكان ستان اللي جاي ناحيتها، وبتراقبه بين الصخور. وبتلاقي عربيته وقفت مره واحده بسبب ان البنزين خلص، وبيضطر انه ينزل من عربيته علشان يحط لها بنزين. فبتحاول هي انها تصوب عليه بالبندقيه اللي اول مره تستخدمها، وبتضرب عليه، وبسبب ان البندقيه ارتدت بقوه الطلقه بتيجي في كتفه وبتترمي جين لورا. وبتقوم بسرعه وبتقرب من العربيه وبتدور عليه حواليها لحد ما بتشوف خط الدم في الارض بسبب ان الرصاصه جت في كتفه. وبتبدا تطارده لحد ما ستان بيربط الجرح علشان يوقف النزيف، وبيقدر انه يستخبى منها وسط الجبال. وبيحاول يستنى انه يصوب عليها، بس بسبب كتفه اللي متصاب ما بيقدرش انه ينشن صح. تقدر انها تقوم تاني وتهرب من ستان اللي بيفشل انه يضرب عليها لحد ما بتطلع جين الكشاف اللي معاه وبتكسر الجزاز اللي فيه في الطريق. وبيدوس عليه ستان وبيقع في الارض، وبيحاول انه يخرج الجزاز اللي دخل في رجله، وبيرجع تاني لعربيته وبيسوقها ناحيه جين علشان يدوس عليها. وبتكون مستنياه في نص الطريق وبتحاول انها تضرب عليه هو في العربيه، وبتخلص عليه. وبتدخل العربيه في الجبل وبتروح للعربيه وبتاخد العربيه وبتتحرك بيها. وبيكون ريتشارد بيحاول انه يتصل بستان بس ما بيردش عليه، وبيفضل مستنيه عند موتوسيكل ديمتري. وبيقرر انه يرجع بيته من تاني، وبيوصل بيته وبيتصل بالطيار وبيبلغه انه يجي ياخده. وبيدخل يستحمى وبيسمع صوت بره في الصاله، وبيطلع يشوف الصوت جاي من فين. وبيفضل يدور في الشقه لحد ما بيلاقي جين واقفه قدامه، وبيحاول انه يهرب منها لكنها بتخلص عليه هو كمان. وبتطلع بره البيت علشان تستنى الطيار اللي هياخدها. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.